السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بتشجع مين؟ تمام. يا ولد كمان بتشجع مين؟ تمام. زعمالي. تشجع مين؟ تمام. يا ولد ادوم لايك بقى يا ولد. احبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، اهلا ومرحبا بكم. معاكم حسين خضر وحلقه جديده بقناتكم حائط صد زملكاوي 2، ومعاكم دائما اطمع في المزيد والمزيد من الاشتراك في القناه حيث انها قناه جديده، وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير وتعليقاتكم دائما ما تعجبني. نروح بقى لحلقتنا، وحلقة مهمة جدا جدا جدا، أرجو متابعتها من البداية للنهاية. تحمل كل الأسرار، تحمل كل المفاجآت، إن شاء الله تنال إعجابكم بإذن الله. معنا إيه النهاردة؟ الزمالك يفلت من كمين الشرطة، ومدافعان وديفندر في الطريق، والزمالك يخطف صفقة الأهلي، والأهلي يؤدب اتحاد الكرة. نروح لأخبارنا، وأخبارنا بالتفصيل. النهاردة كانت مباراتنا مع الشرطة أو البوليس الكيني في نيروبي، وكانت الساعة 3 عصرا، وانتهت المباراة بنتيجة مرضية جدا جدا لكل جماهير نادي الزمالك، فوز 1-0 والحصول على ال3 نقاط من خارج الأرض. كلام جميل وكلام رائع جدا. الزمالك أدى في الشوط الأول برضو يعني مش كما يجب أن يكون استحواذ، ولكن بدون فاعلية. إنما هم كان لهم هجمات سريعة جدا. الناس ديت سريعة، ناس أقوياء. يعني هل ده ضعف من فريق نادي الزمالك ولا قوة من عندهم؟ طبعا ده فريقه في الوسط الجدول الكيني، ان هو يبقى معانا وضدنا بهذه الطريقة يبقى في حاجة غلط، في حاجة غلط 100%. وطبعا كانت آخر دقيقة في الوقت بدل الضائع أو آخر دقيقة في الشوط الأول، يعني اسيست أو فاول لعبه زيزو إلى عبد الله السعيد اللي مباشرة في المرمى. يعني هي دي الكورة أو الهجمة الخطر كانت لنادي الزمالك على مرمى نادي البوليس الكيني. الشوط الثاني الزمالك بدأ كويس، نزل شيكابالا ونزل ناصر منسي بدلا من ناصر ماهر وسيف الجزيري. اتحركنا كده حوالي 10 دقايق كما يعني بدأنا في الشوط الأول، ولكن سرعان ما وجدنا طوفان وكأن احنا بنلعب ريال مدريد يا جماعة. ايه ده؟ الواحد بقى قاعد طول الماتش استر يا رب استر يا رب. وادي اسمه عبود واخد الجناح الشمال بتاعهم ده صاروخ منطلق، والحمد لله ان احنا يعني خرجنا بشباك نظيفة وفزنا بهذه المباراة. يبقى في حاجة غلط، في مصايب بتحصل داخل الفريق. اولا انا بتكلم في الايجابيات اولا قبل اي شيء. طبعا يهمني ايجابيات نادي الزمالك، والايجابيات تكون اكتر من السلبيات، لكن الايجابيات هنا يعني قليله جدا، والسلبيات ممكن تكون ايجابيات في نفس الوقت. ازاي؟ انا بالنسبه للايجابيات احنا فزنا الحمد لله، وخدنا ال3 نقاط، واصبحنا على مقربه من الانتقال الى دوري المجموعات. شيء جميل جدا. طيب خرجنا بشباك نظيفه، شيء رائع جدا. عبد الله السعيد اطمأننا عليه تماما، لاعب يعني بمعنى كلمه لاعب دفاع وهجوم، حاجه راقيه جدا. هو الوحيد يعني الجوهره اللي كانت موجوده داخل صفوف نادي الزمالك كان عبد الله السعيد. يعني رجع ابن ال20،
ده كلام جميل جدا من ايجابيات هذه المباراه. سلبيات بقى، دفاعنا تعبان جدا جدا جدا. حسام عبد المجيد كان بيدي اسيستات للفريق الاخر، مش كان بيلعب. يعني انا بستغرب انك انت كمدافع ازاي تلعب الكور العرضيه بهذه الطريقه وانت قدامك اكتر من حل. عملها اكتر من مره وسببت مشاكل على نادي الزمالك. بتلاقي اربع مهاجمين على 3 مدافعين، وربنا يستر. ودايما عمال قاعد اقول ربنا يستر ربنا يستر. لا، مش طريقه يا جماعه. وبعدين ده حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي هما الاثنين بس في الدفاع. مين الاحتياطي بتاعهم؟ لا قدر الله لو حصل لواحد منهم حاجه، رغم سوء حاله حسام عبد المجيد. طيب لو جرى لا قدر الله جرى له حاجه، مين اللي هيلعب؟ الزناري يا جماعه؟ هل معقول ان الزناري يلعب مدافع في داخل فريق نادي الزمالك ومش عارفين تسوقوه؟ يا جماعه اي حد ياخد الزناري. مش عارفين تعملوا بدل مع اي فريق، تضحكوا على اي فريق. ان شاء الله حتى ياخد الزناري ويديكوا مكانه مروحه، مش مهم يديك لاعب، المهم نخلص من هذا اللاعب. مش داخل دماغي ابدا. وبعدين فاضل مين بقى؟ فاضل الناشئين، احمد مجدي ورفاعي. مدد يا سيدي رفاعي، هم دول اللي عندنا في الدفاع. احنا بنتكلم، ما انا بقول لك دي سلبيات، والحمد لله انها جت في اول افتتاحيه الموسم، وكمان فزنا واحنا سيئين، وده شيء رائع جدا انك انت تبقى سيء وتفوز. شيء رائع جدا جدا، وده دلوقتي بيديك ناقوس الخطر. ليه؟ لان الاخ جوميز يعني اوهم اداره نادي الزمالك وان هو مش محتاج مدافعين. لا يا باشا، ازاي يعني؟ ازاي الزمالك مش محتاج مدافعين؟ مين المدافعين؟ مين اللي قاعد عندك على الدكه؟ ده حتى النهارده بلعب بحمزه المسلوسي وهو مش مكانه. ده مش مكانه اساسا. وحسام عبد المجيد ما زال ناشئ. يعني احنا بنحمل على حسام عبد المجيد كتير. انا شايف انه لاعب كويس، خبرات كويسه، لاعب دولي في المنتخب الاولمبي، مميز جدا، بس ما حطش الحمل عليه. يعني الثقه الزايده عنده مش موجود. الثقه تبص تلاقيه عمال بيتصرف بالكوره يعني بدون وعي. تبص تلاقي الشايط بقى الكوره راح اسيست مظبوط للاعب من الفريق الاخر. يبقى ازاي انا مش محتاج مدافعين؟ ديت بتبين للكل ان الزمالك محتاج على الاقل 2 مساكين في خط دفاع نادي الزمالك. مين تاني في الفرقه؟ ما فيش حد كان مميز في الفرقه نهائي غير عبد الله السعيد. حتى زيزو كان سيء جدا. زيزو سيء. اللهم صل على النبي. مصطفى شلبي راقد على الخط، نايم على الخط يا جماعه. وفين الباك الشمال؟ هو انت يعني مش عايز تتحرك وتخش جوه المنطقه وتراغ وتعمل شغل؟ مفيش خالص، مفيش. الجزيري صفر. والاداء واللي مفيش خالص كمان وتعب الفرقه قوي كابتن دونجا. كابتن دونجا حاسس ان هو بيلعب، هو الاساس في الفرقه، مفيش غيره. فمن حقه يتدلع. ده مش مستوى هاف ديفندرز رقم 6 في نادي الزمالك. اخطا كتير جدا في التمرير. الحاجه اللي انا كنت ملاحظها ان استخلاص الكره يا جماعه، مش عارفين نستخلص الكره من اقدام هؤلاء اللاعبين. كل كره ليهم اللاعب تبقى الكره في رجله حتى ملقلقه، ولاعب الزمالك مش عارف ياخدها منه. وتبص تلاقي اللاعبين عمالين شغالين على نادي الزمالك. احنا بنلاعب برشلونه، بنلاعب ليفربول، بنلاعب ريال مدريد. ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا خد عندك بقى اكتر من 35 دقيقه في الشوط الثاني كله في الخط الخلفي مدافعين. قال لا ايه ده؟ شيكابالا نزل الراجل يعني سنا كبير، بس نزل جري واتحرك
وحاول انه يعمل حاجه، بس الامور كلها صعبه بالنسبه لنادي الزمالك. زياد كمال اللي نزل مكان عبد الله السعيد، انا مش شايف 30 مليون جنيه ليه في اعاره، بصراحه مش مستصغها. طبعا نزل ايشو مكان زيزو، وزيزو كان سيء جدا بالمناسبه. انا مش هقعد امدح في ناس وما عملتش حاجه، زيزو كان سيء. وبعدين محمد شحاته ده المفروض يلعب في نص الملعب، ما تنزل محمد، ما احنا جايبين محمد محمود نعمل بيه ايه؟ وبعدين ناصر منسي اللي نزل ده، الناصر منسي ما ينزل. طيب امال انت جايب حسام اسامه رجعته بالاعاره ليه؟ وخاصه ان منسي ده اول الراحلين عن نادي الزمالك، انا ليه بلعبه؟ فالسلبيات الكتيره ديت والتغييرات المستفزه من جوميز ده يعني بتخلي الناس تاخد بالها من المستقبل. مجلس اداره نادي الزمالك يخلي باله من اللي جاي، يعرف ان الفرقه لسه عايزه تدعيمات. معاك 5 لسه ما انضموش للفرقه، بس دول يعني هيعملوا ايه يعني؟ انت دلوقتي ما فيهمش واحد مدافع، ما فيهمش مساك، ما فيهمش هاف ديفندر، فانت محتاج حاليا على الاقل 2 مساكين، واحد هاف ديفندر مميز جدا، يعني لاعب خبرات يكون في وسط ملعب نادي الزمالك، يشيل نص ملعب نادي الزمالك. محمد شحاته يجي نص الملعب وتلعب باك يمين اساسي. ما هو انت لو جبت 2 مساكين هيبقى عندك المسلوسي يلعب باك يمين على اعلى مستوى، والباك الشمال يبقى محمد حمدي، يبقى بنتايك. الناس ديت يبقى انك انت تجهز فرقتك يعني بالطريقه المثاليه. كمان النقطه اللي انا بتكلم فيها دايما وهي اللاعب عبد الله جيريه، يعني لساني دلدل من الكلام عن عبد الله جيريه. يا جماعه لاعب مميز جدا 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 جدا، و18 سنه، ولا يعتبر استثمار داخل نادي الزمالك. هو انتوا ما بتشوفوش يا جماعه؟ عبد الله جيريه لاعب فاز، لاعب مهم جدا جدا، وحاجه يعني ببلاش كده. يعني لاعب 18 سنه وتقدر انك انت تستقطبه لنادي الزمالك. ايه اللي عسر المفاوضات؟ ليه وقفت المفاوضات وبيراميدز بدأ يخش في الموضوع؟ ده مهم جدا، هيفيدك في الديفندر، هتحتاجه وهيقوم معاك باحلى شغل داخل منتصف ملعب نادي الزمالك، ان كان 6 ولا 8 زي ما تحتاجه. عبد الله السعيد بيبذل مجهود مضاعف، يعني عمره ما لعب بالطريقه ديت في اي نادي لعب فيه، انما هو بيبذل يعني الطاقه مرتين 2 علشان يعني يداري على اخطاء الاخرين. لا احنا مش هنتنينا بقى ضاغطين على عبد الله السعيد، كتر خير الراجل ان هو بيلعب بهذا الاسلوب وفي هذه السن. يبقى احنا دلوقتي 1000 مليون مبروك على فوزنا الحمد لله والحصول على ال3 نقاط. وخلي بالكم بقى، يعني الماتش اللي هيبقى هنا في القاهره والله ما يكون سهل. يعني احنا طلعنا اتحججنا بنقص الاكسجين، وان هناك كينيا ديت مرتفعه 1200 متر عن سطح البحر، والاكسجين هناك ضعيف. طيب وعشان كده احنا ما لعبناش كما يجب، وقضينا الشوط الثاني اي كلام. طب فما بالك بقى اذا كان الكلام اللي هم بيقولوه صحيح، والناس ديت اللي كانت عامله زي الرهوانات في الملعب رغم نقص الاكسجين. طب ما يجوا هنا بقى والاكسجين حلو قوي بالصلاه على النبي، هيعملوا فينا ايه؟ وخلي بالك اللاعبين دول عندهم يعني عزيمه شديده جدا، فمباراه العوده مش هتبقى مباراه سهله، مش هتبقى مباراه سهله على الاطلاق. ارجو ان الزمالك يعني ياخد حذره الشديد جدا من هذه المباراه. النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها، ايه اللبس اللي لابسه نادي الزمالك ده؟ انا مش راضي الكل يتكلم عن اللبس الجديد حتى لو مؤقت، حتى لو هذه المباراه فقط. انت رايح تلعب لي بتيشيرت غزل المحله؟ هو انتوا عايزين توصلوا الزمالك لايه؟
التيشيرت الابيض بتاع نادي الزمالك؟ الفرقه اللي قدامك ما بتلعبش بابيض، وانت ما عندكش تيشيرت ابيض محترم، لا خامه ولا صناعه ولا شكل. اللي انا كنت شايفه في الملعب النهارده كان شيء يدعو للغثيان. حاجه صعبه جدا جدا ان الزمالك يبقى بهذا اللبس. الزمالك يا جماعه لا يعني ترند كبير ما يلبسش هذه الملابس الوضيعه. عيب، عيب على مجلس الاداره انه يكون وضع لبس الزمالك بهذه الطريقه. خلصنا من افلاتنا من كمين الشرطه وفزنا 1-0 الحمد لله. مدافعان وديفندر في الطريق الى نادي الزمالك. المباراه ديت يعني بينت بما لا يدع مجال للشك ان الزمالك زي ما قلنا على طول محتاجين مدافعين، محتاجين ديفندر. فبدا الزمالك مجلس اداره نادي الزمالك كان غاضب جدا جدا من الاداء بتاع نادي الزمالك، وبدا التحرك مره اخرى في احضار اتنين مدافعين طبعا على رأسهم محمد اسماعيل، وتجديد المفاوضات مرة أخرى. الكلام ده أنا قلته قبل كده، تجديد المفاوضات مع محمد اسماعيل، وأنا مش عارف هنوصل مع محمد اسماعيل لإيه؟ لأن زد يا جماعة ده الأهلي، وبعد ما توصلنا لكل الاتفاقيات وقفت الاتفاقيات لا مش هنبيع. محمد اسماعيل وجوده ضرورة في نادي الزمالك. واللاعب المدافع محمود الجزار اللي هو كان من ناشئين النادي الاهلي قبل كده وبيلعب في البنك الاهلي. وطبعا البنك الاهلي يعني احنا مدينه اسامه فيصل ومروقين عليهم قوي، وهم عايزين ناصر منسي بتاعهم. فواضح ان هناك يعني هيبقى في هناك اتفاق بين نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي، وهناك يعني تجاوب على استخدام محمود الجزار، وهيبقى فيه وناصر منسي هيروح البنك الاهلي. وده شيء مهم جدا، وده عشان خاطر ندعم. ما انا قلت لك السلبيات بتاعت المباراه تبقى ايجابيات في هذه المرحله، ان تخلي مجلس اداره نادي الزمالك يتحرك. انتوا ما دفعتوش حاجه في الميركاتو الصيفي، ما نيجي نحسبها كده ايه اللي طلع من نادي الزمالك؟ ولا حاجه. بالعكس انت دخلك فلوس، دخلك 12 مليون جنيه من نادي زد، ماجد هاني وحمد علاء. بالمناسبه اذا كانت يعني في نقطه يعني شغلاني جدا جدا جدا، اذا قلنا ان كل الانديه واقفه ضد الزمالك وعايزين يسقطوا نادي الزمالك والكل مد ظهره لنادي الزمالك، ده حقيقه. طب ده يعني عادي، هنقول عادي، فيه يعني تكاتف وفيه مؤامره وفيه. طيب هل المؤامره دي تشمل مجلس اداره نادي الزمالك؟ يعني احنا دلوقتي بنعاني من عدم وجود ديفندر 6 و8 داخل وسط نادي الزمالك. طيب ليه انا بقى افرط في اللي عندي طالما انا مش عارف اجيب؟ يا جماعه حمد علاء انا في اعتقادي حمد علاء احسن مليون مره من زياد كمال ومن محمود جهاد اللي احنا رايحين له بقى اخر. وانا يعني في اكتر من علامه استفهام بنحطها. زد يعني يوقف كل الاتصالات معاك، او ان هو يعني يفتح معاك المجال لانه يبيع لك لاعبين وبعد الاتفاق يقفل، وبعد كده انت تقدم له ماجد هاني وحمد علاء على طبق من دهب والواحد ب6. ما هو من حق احمد عيد عبد الملك يزعل اللي هو مدرب غزل المحل، اللي هو كان عايز حمد علاء ب8 مليون. طب انت روح ليه بعته ب6؟ ولا كان ممكن اوصله كمان 10 مليون. غزل المحل كان ممكن يدفع في حمد علاء 10 مليون.
ده فرج عامر كان ممكن قال لك ادفع في حمدي علاء ده اكتر من 15 مليون ويجي نادي سموحه. ازاي النادي يعمل معايا كده وانا اقول له خد دول كادو الاتنين ب 12 وانا اساسا محتاجهم؟ انا محتاج حمدي علاء، محتاج ماجد هاني في وسط الملعب، وده اظهره مباراه اليوم ده. يعني هل برضه مجلس اداره الزمالك متآمر كمان معاهم؟ اكتر من علامه استفهام. احنا ليه شغالين مع زد بالطريقه دي؟ ليه زد بنشتغل معاه بالطريقه دي؟ يمنع عنا اللاعبين واحنا نعطي له اللاعبين والهدايا. في حاجه غلط، مليون المية في حاجه غلط، في حاجه غلط اكيد اكيد اكيد. فمجلس اداره نادي الزمالك بيتحرك حاليا نحو محمد اسماعيل، هنشوف هيعمل ايه، ومحمود الجزار البنك الاهلي، ودخلوا كمان مره تانية في محمود جهاد. يعني انا مش عارف ده هو محمود جهاد ده يعني هيبقى، انا حمدي عليه اقوى منه اللي احنا سيبناه بستة. ده بالنسبه للمدافعان والديفندر. نيجي بقى الزمالك يخطف صفقه الاهلي، والكلام ده مش هقوله بقى من عندي هنا من الاعلام المصري، من لا ده صحيفه سبورت ديجيتال التركيه قالت ان الزمالك بعت عرض رسمي لنادي هاتاي التركي للاعب المهاجم السفاح القناص كارلوس ستراندبرج. وهذا اللاعب عنده 28 سنه، هو لاعب سويدي، والده موزمبيقي من والده سويدي من اصل موزمبيقي، والدته برتغاليه. لاعب يعني تقدر تقول لاعب فتاك، لاعب جلاد لحراس المرمى بالمعنى الاصح، يعني لاعب مميز جدا جدا. وهذا اللاعب الاهلي كان بيفاوضه، الاهلي بيفاوضه وعمال يتنقل من لاعب للاعب للاعب، اكتر من لاعب. بس هنا ممكن طبعا النادي بتاع عطاء التركي سابه لان جاي له جايب فينست ابو بكر لتدعيم هجومه، وعشان كده هيسيب هذا اللاعب. اللاعب دوت وكيله هو نفس وكيل كونراد ميشالاك، وهناك تسهيلات في الموضوع، والزمالك ممكن يحصل على هذا اللاعب بأقل التكاليف. لاعب جلاد لحراس المرمى ده يمكن يكون يعني يغفر ذنب مجلس إدارة نادي الزمالك في عدم لعب بوبنزا لنادي الزمالك. يمكن الراجل دوت يبقى أحسن وأحسن من بوبنزا في وجوده داخل نادي الزمالك، لأن بوبنزا يعني كثير ممكن يعني يعمل لنا مشكلة. كان يجي تتأخر الفلوس واحنا بسم الله ما شاء الله بنأخر، يعني ما بنقولش لا، فتتأخر عنه الفلوس شهر ولا حاجة، هتبص تلاقيه مقدم ان هو يعني فسخ تعاقد وكلام كتير من هذا القبيل. فعشان كده اللاعب دوت يبقى مهم جدا جدا لنادي الزمالك. لو قدر نادي الزمالك انه يخلص هذه الصفقه، واعتقد انه هو في طريقه، لان صحيفه سبورت ديجيتال هي اللي اعلنت ان نادي الزمالك تقدم بطلب للحصول على خدمات ستراندبرج اللاعب السويدي اللي بيلعب في الهاتاي التركي. لو جه اللاعب دوت تبقى صفقه مميزه جدا جدا لنادي الزمالك، ونقدر نقول ان احنا عملنا ميركاتو محترم. يعني احنا دلوقتي وبرضه ما زلت بلح واتنا لح على اللاعب عبد الله الجيري. وخليكم فاكرين انا بتكلم عن اللاعب ده كتير جدا جدا، ولازم الزمالك يجيب هذا اللاعب تحت السن، مش هيكلفك فلوس كتير، هيبقى نواه لمستقبل كبير، هيبقى استثمار كبير لنادي الزمالك. ارجو من مجلس اداره نادي الزمالك لو صوتي يوصل لهم هذا اللاعب يكون موجود في نادي الزمالك. اروح بقى الاهلي بقى بيؤدب اتحاد الكوره. الاهلي
داخل في نغمة ايه؟ الانسحاب من كأس السوبر المصري. ليه يا عم؟ ليه يا سيدي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لك لان حد دلوقتي اللائحة بتاعة السوبر لسه ما جاتلناش، ما شفناهاش، ما نعرفهاش، فلازم اللائحة تبقى موجودة عندي عشان اعرف انا هاخد ايه وليا ايه وعدد الجماهير واللائحة بتنص على ايه. طب ما تنتظر يا عم شوية. لا انا عايز اللائحة فورا عشان ارتب نفسي. وايه تاني؟ قال لك لحد دلوقتي لم تصدر عقوبات ضد نادي بيراميدز اثناء مباراته مع النادي الاهلي. وطبعا ما يتوصاش الواد ابو سمحه ده بقى في كلامه عن العداله الناجزه اللي كهربا قعد يجي سنه على ما نفذ عقوبه ست مباريات. فطبعا بيتكلموا في هذا الموضوع. وكمان بعد تصريح نائب رئيس لجنه الحكام لما قال ان بيسالوه عن معاقبه نادي الزمالك اللي هو محمد فاروق، قال لك على ما دفع جوميز الحكم عاطف حسين في صدره، وقال لك لا ده ما قال لك ده ما انكتبش في التقرير. وهتاخده ازاي بقى طالما ما انكتبش في التقرير؟ فده يعني ازاي؟ لحد النهارده بنتكلم. ده انت اتعمل في الزمالك عمايل في هذه المباراه يعني حاجه فوق الوصف وفوق الخيال، وبالرغم كده جاي يتكلم على ان هو ما حصلش يعني دفع بمعنى الدفع، انما احنا لازم نعمل من الحبه قبه. فين ما ليه ما تعاقبش جوميز؟ لحد النهارده ما تعاقبش جوميز. وطبعا ده صارت ثوره الاهلي والاهلي بيشعر، بيقول لك كده الاهلي بيشعر ان اتحاد الكوره ولجانه بيعملوا لصالح منافسين النادي الاهلي. تخيلوا عراي اللي بيقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هو ده الحال بتاع النادي الاهلي. الدوري اللي هو كل مبارياته الحكام مظبطينها على الاخر، بسم الله ما شاء الله يعني. وفي الاخر نقول لك ايه؟ بيلعبوا لصالح المنافسين. ده اللي حصل. فطبعا جمال علام طبعا رجليه مش قادره تشيله، تعب يا ولدان، رجليه بقى بتلف على بعضها ساعه ما الاهلي قال لك الكلام ده. فقال لك احنا خلاص احنا هنتكلم مع لجنه الانضباط علشان خاطر نستعجل العقوبات. ازاي يعني الاهلي يطلب واحنا نقول له لا؟ وكمان هنستعجل الناس في ابو ظبي علشان يبعتوا لنا اللائحه ونبعتها لكل الفرق الاربعه. ده اللي حاصل في اتحاد الكره. مجرد ما الاهلي مجرد يلوح كده تبص تلاقي اتحاد الكوره رجليه بتلف على بعضها. عموما حظ طيب لنادي الزمالك في القادم، وان شاء الله يوم 20 نكون يعني صعدنا الى دوري المجموعات وايه، ونشتغل بقى لمباراة السوبر ان شاء الله تكون من نصيب نادي الزمالك. في نهاية حلقتي دايما بقول لكم الاشتراك في القناة مهم جدا جدا جدا، لايك شير وتعليقاتكم، واترككم في رعاية الله وعونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.